عايزك تشوف المشهد ده وتركز فيه، وده بيبقى حال ناس كتير جدا. طيب، تعال اسمع كلمتين من اخوك ينفعوك، وصلي على سيدنا النبي لو اسم النبي غالي عليك، ويلا بينا. ممكن تعيش طول عمرك عشان ترضي زوجتك، ترضي اولادك، تسيب لهم ثروه، تسيب لهم مش عارف ايه، فاهمني؟ ممكن واحد يروح يحب في واحده وبتاع ومش شايف غيرها، يروح يتقدم لاهلها وبتاع ويرفضوا، يروح ايه؟ ناطط في الترعه، انهى حياته عشان ايه؟ عشان شخص. ضيعت عمرك وضيعت الله يتولاك برحمته. فمشكله كبيره جدا والله. فكان فيه تاجر، قصه جميله عجبتني، صلي على سيدنا النبي. التاجر ده كان معاه فلوس، كانت الدنيا حلوه، فبعت صبي شغال معاه كده على البيت بقفص عنب او بكام كيلو عنب كده على البيت، فاكهه لبعد الغداء يحلوا او كده. المهم كان معاه الاولاد ما شاء الله، ومعاه زوجه، روح كل وشرب والدنيا تمام. هاتوا يا اولاد شويه عنب. قال ما عادش. ازاي؟ قال لي ولاد السلوا كلوه كله. كله كلتوا العنب ده؟ انا باعت كميه ما شاء الله. قال كلناه كله احنا والعيال، ما ولا حبايه حتى، ولا حبايه عنب غيرت حياته. كان واهب نفسه وحياته كلها فين؟ في انه يوفر لاولاده الاكل والشرب والرعي. فقال ده وانا عايش، وبقى ده راجل عاقل بيفهم، وانا عايش ولادي مش خلوا لي حبايه عنب واحده ولا زوجتي، امال لما اموت ايه اللي هيحصل؟ فالمهم تاني يوم طلع جري. فين طلع جري؟ كان عاين فلوس جابها، وقرر ان هو يعمل مسجد لله. قال انا هاعمل ليا بقى، انا مش هستنى حد. صليت على النبي، حبايه عنب فوجته من اللي هو كان فيه. فعشان كده اوعى توهب حياتك انك ترضي حد، وهو يعني الدنيا كلها والله ايام. سيدنا النبي قال اعمار امتي ما بين 60 و70. فانت حاول ترضي الله عز وجل. والله لو سبحان الله العظيم يعني خدت كده كل يوم ورد صلاة على النبي وتصلي الفرض بتاعك، والله العظيم لا تلاقي السعادة كلها في الدنيا وفي الآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حاول تعيش عمرك كله عشان مش ترضي شخص، يعني انك ترضي شخص او زوجتك او اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. مفيش مشكلة انك تدلع نفسك اولادك، مفيش مشكلة، بس ما تنساش الاخرة، ما تنساش رب العالمين. في ناس كده كتير، صح، واهب حياته ان هو يعيش ويسعد عيلته او يسعد حد ما او حبيبته، ويرمي الاخره ورا ظهره. واعمل للاخره كانك تموت غدا. الله اكبر. مش بنعجدها اهو يقول لك اصل انت عقد، لا الدين بتاعنا حلو. فانت اعمل الاثنين، عيش حياتك وتفسح وكل واشرب، وخلي حبه فين؟ للاخره. قسم حياتك كده. صليت على سيدنا النبي. فانت ما توهبش حياتك انك تخدم في حد ثاني، خليك مع ربنا عز وجل. والله كلما اقتربت من الله عز وجل تشاهد انوار وتشاهد حياه جميله جدا، وربنا يخلي حياتك كلها خير وبركه ورزق في الاولاد ونفوز بالجنه. ده كان فيديو النهارده، ارجو ان تكون الرساله وصلت. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واصرف عنا يا ربنا شر ما قضيت. اللهم انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. صلي على النبي، شارك الفيديو لعل احد يستفيد. واوعى في يوم من الايام تغفل او الدنيا تسرقك.